أنا أرشد إلى طريقة رأيت فيها نفعا عظيما أوصي بها وأوصي أيضا بنشرها في فهم لا إله إلا الله خاصة، لأن الآن ونحن نتحدث عن خطورة الخلل في فهم لا إله إلا الله عز وجل، لا إله إلا الله، والمفاهيم الخاطئة التي قد توجد في كتب تكون بين أيدي الناس، فأرشد إلى طريقة نافعة في فهمها فهما عظيما، وأيضا استذكار هذا الفهم يوميا بسنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لا أنقل لكم قولا لي ولا أيضا قولا لعالم من العلماء، وإنما أنقل لكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء أنتم تفعلونه كل يوم، وهو يغذي في القلوب فهم لا إله إلا الله الفهم الصحيح، وأمره عجب سبحان الله، والسنة كلها بركة. والذي وفق للمحافظة على السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي وفق للعمل بها لها أثر عليه، ولا سيما الأذكار المأثورة عن نبينا صلوات الله والسلام عليه. كلكم يحفظ ويعمل بالذكر الصحيح الذي يقال دبر كل صلاة، الذي يقال دبر كل صلاة، في حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير. والذي جاء في هذا الحديث، وأرجو من الجميع التركيز التام، لأن هذا من أجل ما ينبغي أن ينتبه له المسلم، وأعظم ما ينبغي أن ينتبه له المسلم. الآن لما تنظر في الحديث الوارد، جاء فيه 3 تهليلات يشرع لك أن تقولها دبر كل صلاة. الأولى تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. هذه 3 تهليلات يشرع لك يوميا دبر كل صلاة أن ترددها. هذا الترداد هو تغذية لقلبك أيها المسلم في فهم لا إله إلا الله وتحقيق مدلولها، وهذا مقصود الأذكار الشرعية، ليس مجرد كلام يقال، وإنما هو تغذية للقلوب. فأنت لما تكون يوميا تقرأ هذا الذكر وتأتي به دبر كل صلاة كما شرع، وأنت تستحضر، لا زلت كل يوم تجدد هذا التوحيد وهذا الإيمان بلا إله إلا الله في قلبك. الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله قلنا هذا فيه ماذا؟ نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص. وحده لا شريك له هذا تأكيد للنفي والإثبات الذي دلت عليه الكلمة. أكد بقوله وحده إلا الله، وأكد بقوله لا شريك له لا إله، فجاءت مؤكدة اهتماما بمقام التوحيد وتعلية لشأنه، مؤكدة النفي والإثبات الذي دلت عليه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك، أنت تؤكد المعنى الذي في لا إله إلا الله. ثم بعدها قال له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذه ال3 هذه براهين للتوحيد. أنت تعبد الله، تفرده بالتأله والتعبد. لماذا؟ لأنه وحده له الملك، له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير. هذه براهين ودلائل للتوحيد. نظير هذا الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى تمام الآية. هذه براهين للتوحيد ودلائل للتوحيد.
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذه الأولى. الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، هذه براهين. لا ولا نعبد إلا إياه، هذا تفسير. تقرأ كلمة التوحيد ثم تتبعها بحقيقة معناها، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ما هو ولا نعبد إلا إياه؟ هذا مدلول لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه براهين ودلائل للتوحيد. ثم الجملة الأخيرة أو التهليلة الأخيرة تقول بعدها مخلصين له الدين ولو كره الكافر. وفيه أن لا إله إلا الله فيها ماذا؟ إخلاص الدين لله، كما قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين. والخالص الصافي، الصافي الذي لم يشب. الدين هكذا ينبغي أن يكون، الدين ينبغي هكذا أن يكون خالصا صافيا، لا يراد بشيء منه إلا الله ولا يقصد بشيء منه إلا الله. فلو قيل لأحدنا ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله، لا تذهب إلى أي كتاب، هات التفسير من هذا الدعاء هذا الذكر الذي أنت تردده وعلمك إياه نبيك صلى الله عليه وسلم في تغذية هذا المعنى العظيم الذي هو أهم المهمات. فإذا قيل لك ما تفسير لا إله إلا الله، ما معناه؟ من مجموع التهليلات الثلاث تستطيع تلخص تفسير لا إله إلا الله. استمعوا إلى هذا التفسير من الكلمات الثلاث واكتبوه عندك. معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. هذا تفسير من؟ تفسير من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس تفسير لعالم تظن أن مثلا يحتمل أنه كذا ولعل عليه ملاحظة كذا أو هذا تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرك وتقتدي به كل يوم 5 مرات تردد هذه التهليلات. وهذه لها نفع عظيم، لها نفع عظيم في تقرير هذا المعنى وتثبيته في قلوب العباد. فإذا قيل ما معنى لا إله إلا الله فسرها بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي في هذا الحديث. مرة ثانية تفسيرها في ضوء هذا الدعاء الذكر الذي نردده كل يوم. معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله، هذه من التهليلة الثانية. وحده لا شريك، هذه من التهليلة الأولى. مخلصين له الدين، هذه من التهليلة الثالثة. ومن اليوم وصاعدا كل ما قرأت هذه التهليلات تذكر هذا التذكير الذي أحسب أنه نافع لكل مسلم، أحسب أنه نافع لكل مسلم ومهم لكل مسلم.